السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمد باشمهندسين؟ احنا معانا النهاردة مثال بسيط مديك 3 مساقط وطالب منك انك ترسم الايزومتريك. في بعض الجامعات او المعاهد بيجيبوا لك الرسمة دي كده وبيجيبوا لك جنبها مستطيل، وعايزك انك ترسم الايزومتريك جوه المستطيل ده. الأول سنة على حبة قلبك كتير. احنا اتفقنا ان اي ايزومتريك في الدنيا في الشرح ان هو عبارة عن مستطيل سلاسل ابعاد من 3 اوجه زي ده كده، ده زي مستطيل زي ده كده، وبقعد انحت فيه عشان اعمل شكل ايزومتريك. تمام، نخش في الشرح. انت عندك دلوقتي المستطيل اللي هو مديهولك ده، عايزك جواه ترسم الايزومتريك، تقعد تنحت منه يعني كده كأنك بتقعد تشيل منه لحد ما تخلي شكل الايزومتريك بتاع ال3 مساقط ده. عبارة عن لما اجي ابص من هنا ده ريفيجن، يعني انا وانا باصص من هنا كده على المستطيل بشوف مسقط الريفيجن، تمام، من جوه الراس اللي في الوش. وانا باصص من هنا كده بشوف السايد فيو من الجنب، مسقط الجنب. وانا باصص من فوق بشوف البلان، او بعض المعاهد او الجامعات بتقول عليه توب. تمام. فانا دلوقتي مطالب مني ان انا ارسم جوه المستطيل ده، ارسم الايزومتريك من ال3 مساقط دول. طيب انا مش عارف اتخيله، مش عارف استوعبه واحده واحده، يعني تخيلوا مع بعض ونفهمه مع بعض. مش عايزك وانت بتتفرج عليها دلوقتي تصعب الموضوع على نفسك وتقعد تتخيل، لا، يعني اعتبر نفسك بتذاكر، اعتبر نفسك بتحفظ، اعتبر نفسك بتحفظ وبتفهم خطوات تخليك في الاخر توصل للايزومتريك. تتفرج عليا بعد كده لما تقفل هتعرف ترسمه لوحدك. طيب جميل. انا هرسم لكم المستطيل ده هنا كده الاول. المستطيل ده مرسوم بزاويه 30 من هنا كده وزاويه 30 من هنا. طيب بيبقى عندي خط والمنظر ده كده، واجي بزاويه 30 عند نقطه معينه، ببدا اطلع منها الايزومتريك او المستطيل بتاعي اللي هي النقطه دي كده، واطلع بزاويه 30 بزاوية 30. هو ان الخط ده 30 اهو، ادي ال 30 بتوعي، والجهة التانية قالك ان الخط ده 20. مش خط عشوائي، انت تطلع بخط في زاوية 30. لو انت معاك مثلث عادي تحط المثلث العادي بتاعك كده وتطلع بزاوية 30. تمام، بس انا عامله مثلث ارسطو. وبعد كده المستطيل بتاعك ده هيطلع 45 خط قائم. اطلع بخط قائم فوق 45 اهو. واروح جاي مقفله. بعد ما رسمنا المكعب بتاعنا ده هنقعد بقى ننحت فيه مع بعض دلوقتي بال3 مساقط دولت عشان خاطر نوصل للايزومتريك. انا اول حاجه، مش انا باصص من هنا شايف السايد فيو، تمام، اقوم انا جاي راح جايب السايد فيو بتاعي، والسايد فيو قال لك ان تحت ال 20 ادي ال 20 بتوعنا. طيب قال لك بعد كده هتقوم جاي طالع 45 اللي هم طول الضلع ده اصلا، طلعت 45 مثلا اهو، كاني بطلع معانا 45. بعد كده هم جاي ماشي 10 داخل جوه، هم جاي ماشي 10 من جوه، تمام. بعد كده انت جاي عينك نازل لحد اخر الجسم، ننزل لحد اخر الجسم، ده 10 اهيت، قوم جاي نازل لحد اخر الجسم. بس لما اجي انزل بخط انزل بخط قائم، يعني انا لو معاك مثلث قائم تحطه بالمنظر ده كده وتنزل بخط قائم كده، يبقى انت مثلا معاك خط اساسي شغال اهو، او مسطره حرف التي، وتقوم جاي نازل بخط قائم كده مثلا لحد الاخر، زي ما هو مديني في شكله مسكه الجنب اهو، نازل بخط لحد الاخر. بعد كده على ارتفاع 10 اهو ماشي يمين، يبقى انا هاجي على ارتفاع 10 من هنا، هاجي على ارتفاع 10 من هنا وامشي كده، بس امشي بزاويه 30 كده، مش ده الخط ده بزاويه 30 اطلع، يعني اقوم جاي طالع 10 كده وماشي بخط 30. انا بقى عن نفسي بمثلث ارسطو بخلي الخط ده موجود على الخط ال 30 ده، واقوم جاي ماشي كده. كده انا رسمت شكل السايد فيو اللي هو قدامك ده اهو، هو عباره عن كده، ادي مستطيل ومربع صغير تحته،
مديهم يمين بقى كلهم بزاويه 30. يعني اقوم جاي مش الخط ده هو انا مديته كده بزاويه 30، اقوم جاي مدد ده كمان بزاويه 30 كده اهو، واروح جاي ده كده مده بزاويه 30، واروح جاي ده كده مده بزاويه 30. تمام. وشفت ده كده اقفل بقى، اقفل كده. انا مش انا مديت ده بزاويه 30، اقوم جاي مسح ده زياده كده. شفت انت الخط ده كده، اقوم انا جاي مده بزاويه 30 جوه كده. تمام. شفت انت الخط اللي انا زائد ان انا مسحت دي كلها، اقوم جاي منزله بخط افق كده، خط راس كده اسود اهو. كده انا رسمت ايه؟ انا ما عملتش حاجه، انا مديت الخطوط، قفلت الجسم بس. ابدا بمسح الزيادات بتوعي. هتلاقي لكم ايزومتريك شويه بس كده. طيب بعد ما انا رسمت السايد فيو بتاعي من هنا كده، رسمت السايد فيو بتاعي من هنا كده وقعدت امده ايه كده. بعد ما مديته قمت جاي مقفله، وبعد ما قفلته اعمل ايه بقى؟ اروح ابص لمسقط الريفيجن. مش انا باصص من هنا شايف الريفيجن؟ تمام. انا هبص على الريفيجن بتاعي. انا دلوقتي لو جيت منظور ان انا عم وصلته لحد دلوقتي، لو جيت رسمت الريفيجن بتاعه، الريفيجن بتاعه عامل ازاي؟ الريفيجن بتاعه عباره عن مستطيل ومستطيل كبير. هيبقى الريفيجن بتاعه عباره عن ايه؟ مستطيل كده ومستطيل كده. هل ده هو الريفيجن بتاعنا اللي هنا؟ لا، الريفيجن بتاعنا اللي هنا ماشي ازاي؟ من فوق مش خط مستقيم كده، لا ده هو جاي ماشي 16 ونزل شويه وعامل كده. يعني الريفيجن بتاعنا ماشي كده ونزل كده وعامل كده. فانا مطالب مني انحت في المستطيل ده كده، اخليه بالشكل يعني اقوم جاي ماشي كده. شفت انت؟ مش انا مشيت كده، مش الريفيجن بتاعي بيقول لك ماشي كده 16 وانزل وخط، نمشي 16 من فوق اهو. همشي 16. طيب جميل. بعد ما ماشي 16 هنزل تحت. هنزل بخط قد ايه؟ هو قال لك ان المسافه من اول تحت خالص لحد هنا 33، والمسافه كامله من اول مسقط لحد اخر المسقط 45. لو طرحتهم من بعض يدوك 7، يعني هنزل 7، هنزل تحت 7. اقوم جاي نازل خط قائم، احط المثلث بتاعي القائم كده بالمنظر ده كده، وانزل 7. تمام. هنزل بخط خفيف فوق اسهم 7 كده مثلا. تمام. بعد كده ماشي قفل لك الجسم كده لحد الاخر، اقوم جاي ماشي بزاويه 30 بالمنظر ده كده لحد تحت اهو. انا رسمت مسقط الريفيجن من فوق اهو. بعد كده هبدا اقفله، اقوم جاي بزاويه 30 كده، ماشي بزاويه 30 بالمنظر ده كده مقفل. جاي شفت النقطه اللي انا لسه عاملها الجديده دي، اقوم جاي واخد لها خط كده. شفت النقطه دي؟ اقوم جاي واخد لها خط خفيف كده مثلا. شفت النقطه دي؟ اقوم جاي واخد لها خط خفيف، واقوم جاي ماسح الزيادات دي كده ملهاش لازمه. انا شوف قطعت حته بس من المكعب الكبير اللي انا، المستطيل الكبير اللي انا كنت عامله اساسي. تيجي قاطع حته، انا بقعد انحت، بقعد اشكل فيه كده، واقوم جاي نازل بخط قائم من الزاويه دي كده الجديده دي مثلا. شفت انت كأنك كانت منه حته؟ انا كانت منه حته بس. حتى ان لو جاي دلوقتي نرسم الريفيجن تاني من جديد، هنرسم بقى الريفيجن بتاع المنظور الجديد اللي احنا وصلنا له لحد دلوقتي. هبص الاقي ان هو عباره من تحت عباره عن مستطيل اهو، المستطيل، والشكل ده هيبقى عباره عن خط كده خط كده خط كده خط كده خط كده. احنا قربنا. انت عندك المستطيل بتاعك كده، كل الموضوع اللي تحت بس. شفت المستطيل اللي تحت ده هو مش مستطيل عندنا احنا رسمينه كامل اهو، لا احنا عايزين نخلوه كده، نقطع منه حته صغيره ونمسح ده. يعني شفت انت المستطيل ده كده عايزين نقطع منه حته كده، حته كده. طيب قال لك من تحت من هنا في الريفيجن بتاعك في الرسمه بتاعتك هتمشي 20 وتطلع فوق. يعني امشي 20 واطلع فوق. طب تعالى نمشي 20 مع بعض كده. امشي 20 كده من اول هنا كده، من اول يمين خالص اهو. اقوم جاي ماشي 20، وبعد كده هطلع فوق. طب هطلع فوق قد ايه؟ ما انت لو جيت بصيت شفت الخط ده كده، الخط اللي موجود ليه مقابل ليه في السايد فيو هو من اول هنا كده، ارتفاع من اول هنا لحد هنا اهو. حتى لو جيت مديت الخط هتلاقي ارتفاع 10، وبقى هنا ارتفاع 10. يعني انا المفروض ان اطلع ارتفاع 10.
ارتفاع 10 بخط قائم، اقوم جاي عامل المثلث بتاعي كده مثبته على الخط بتاعه مسترد وطلع 10 دوت 10، واقوم جاي داخل تاني اهوت 20 لحد داخل الجسم، واقوم جاي داخل 20 لحد الجسم اللي هي اصلا ايه دخلها نفسها اصلا. بعد كده همده شمال، همده من فوق، اقوم جاي مده يمين الشمال كده بزاويه ايه 30 اهو، واروح جاي ماسح الزياده دي. انا يا دوب قصيت حته بس، قصيت حته من المكعب القديم اهو. وبعدين اعمل ايه؟ عايز اقفل المكعب بتاعي اللي انا لسه عامله دلوقتي، اقوم جاي شفت الزاويه الجديده بتاعتي دهين فاضيه ده، اقوم جاي نازل بخط قائم، نازل بخط قائم قد 10 بس 10 قد دي كده، مش ده 10 اهي، اقوم جاي نازل ب10 قصادها وموصلهم ببعضها. شفت المكعب الجديد اللي انا عامله، شفت الزاويه ده، اقوم جاي موصلها بالنقطه بتاعتي ده. كده انت رسمت الايزومتريك بتوع الثلاث مساقط دول. حتى انا رجعت دلوقتي نرسم بقى، تعالوا نبص نرسم الريفيجن كده، هنبص ان الريفيجن بتاعنا عباره عن ايه؟ مكعب، وبعد كده ادي المكعب الصغير اهو هو ده، بعد كده الشكل ده داخل على بعضه كده، اللي هو اطلع من هنا طالع لحد اخر الجسم، امشي شويه انزل تحت اهو، امشي كده انزل تحت اهو، امشي كده، ابص ده هو الريفيجن بتاعنا. فالموضوع بسيط، الموضوع ان انت بتبدا تنحت من مسقط واحد مع الحبه. بدانا بالصيد بقى، قعدنا ننحت ونمشي كده ومدينا كده، بعد كده ابتدينا ننحت من الريفيجن. بص حتى انت لو جيت دلوقتي بترسم البرام بتاع المسقط ده كده اهو، شفت البرام عندك عباره عن ايه؟ مستطيل ومستطيل ومستطيل، ما انت عندك البرام برضه هيبقى مستطيل ومستطيل ومستطيل. اتمنى اكون قدرت افيدكم، ويا ريت ان اول مره يتفرج على الفيديو ده يلف في القناه لفه، صدقني مش هتندم.